كتحل التليفون ديالك كيبان ليك دري في عمر راكب فيراري وكيفهم باللي الا ما كنتيش كتدخل مغراير في هذا الوقت راك فاشل بالنسبه ليه. كطفي الشاشه وكتشوف في جيبك كتلقى يلاه عندك باش تخلص القهوه، وكتحس باللي راك معطل بزاف في هذه الحياه، وكتسول راسك واحد السؤال: واش انا اللي مكلخ وما درتش الفلوس، ولا هذا الشيء كامل اللي كيعاودوا عليه هو مسرحيه؟ اجي نقول لك واش مسرحيه ولا لا. نهرسو اكبر كذبه تبعت للشباب المغربي في السنين الاخيره، الكذبه ديال الثراء السريعه، او هاد الكذبه اللي خرجت على المستقبل المادي ديال بزاف ديال الناس، خصوصا الناس اللي كيكونسوميو داكشي ديال الكورسات. عندك تليفون بغيتي تدخل الفلوس. دمرت صحتهم النفسيه ودخلتهم في دوامه ديال الاكتئاب وجلب الذات. اجي نفهموا هاد اللعبه وكيفاش غاديه. اول حاجه خاص تفهمها ويفهمها راسك: بزاف من هادوك اللي كيكونوا كيبيعوا لك الثراء السريع او البيزنيس الحقيقي ديالهم ماشي هو تجاره الكترونيه، او ماشي هو تداول كما كيروجوا، او البيزنس ديالهم هو انت. البيزنس الحقيقي ديالهم هو انت، انك يبيعوا لك داك الوهم ديالهم، يبينوا لك الطوموبيل اللي كتشوف غالبا غير كيكريوها، او لا الفيلا اللي فاش كيسكنوا غير ديال اير بي ان بي. اير بي ان بي كتعطيهم الفيلات او لا لي بارطومون باش يديروا لهم لي شهر. الهدف هو يبيعوا لك الكورس ولا الدورة ديالهم في شي دومين معين، او يدخلوك في شي شبكة وهمية كيلعبوا على اكبر نقطة ضعف عند الشباب المغربي، هي رغبة في النجاح السريع. اي واحد دابا كتلقاه كيفكر باش يهاجر او لا باش يدير شي بيزنس ديالو صغير، يبدا شي كونتنت او لا يبدا في التداول او في التجاره الالكترونيه، ولا يشري شي كورس كيدخل اليوتيوب وما كيلقاش المعلومات الصحيحه، وداكشي اللي كيخليه انه يشري شي كورس. الرغبه ديالو في النجاح كتجي من الخوف من الفقر والهروب من البطاله والستريس ديال الواقع. اجي نهضروا بالمنطق: واش ممكن دير الفلوس من الانترنت في المغرب؟ اكيد ممكن، وكاينين نماذج بزاف اللي خدامين على ريوسهم وكيضربوا الطم وكيضربوا الفلوس. واش غتولي مليونير في ليله واحده؟ لا، في 3 شهور مستحيل. النجاح المادي كيحتاج ل3 الحوايج: المهاره المطلوبه والصبر الطويل في المغرب، وفي المغرب صعيب الاقتصاد ديالنا والتحديات اللي عندنا كيعنيو باللي خاصك تضرب تماره ديال بصح باش تبني راسك. ملي كتقارن البدايه ديالك في حي شعبي مع نتيجه مزيفه في السوشيال ميديا، في الريلز ديال الواحد في السوشيال ميديا، راك كتحكم على راسك بلا يحبط، وكتهرس راسك في داكشي اللي بغيتي في داك البيزنس. بغيتك ترتاح وتاخذ نفس عميق، انت ماشي فاشل او لا انت ماشي معطل، انت غير كتقارن الكواليس ديال حياة حقيقية وصعوبات ديالك مع عرض سينمائي ديال حياة الناس اخرين. الا كنتي كتقرا ولا كتقاتل في الخدمة بسيطة باش تعاون راسك والعائلة ديالك، ولا يلاه بادي مشروع صغير وغادي تبقى دقة، راك غادي في طريق صحيحة. الاستمرارية بخطوات واقعية وصغيرة أحسن ب1000 مرة من قفزة وهمية تهرس ليك عنقك وتخليك غارق في الديون والاكتئاب. بأنك تشري واحد الكورس وما عارف عليه حتى حاجة باش تبدا داك الدومين، لأن داك الدومين ما منتشرش في اليوتيوب، ودوك المعلومات محتاجهم. هذاك هيستغلك وهيستغل البال ديالك باش يدير داك الثراء السريعة.